ملحوظه 90% من اللي ضغطوا على الفيديو ده مش هيكملوا للنهايه، ال10% الباقيين 9% منهم هيكملوه بس مش هيطبقوا حاجه، هيفشلوا في الاخر. انما بقى ال1% هو اللي هيكمل معاه التحدي، لان فعلا التحدي صعب. هو يبان بسيط من بره لكن في التطبيق نفسه صعب. على التجربه يا ترى هيحصل ايه لو اتقيت ربنا يوم كامل. مبدئيا كده لو انت وراك صلاه دلوقتي قوم صليها وسيب الفيديو وبعد كده تعالى ارجع له تاني. قبل ما اكمل الفيديو عملي تعالوا نحكي بالظبط على اللي هنعمله في الفيديو. طبعا في البدايه كده محدش هيكون متقي 100% طبعا، ولكن ده تحدي يبان من بره بسيط بس هو صعب، وهو تحدي 24 ساعه يوم كامل فقط. طب تعالى بقى بسرعه كده نعرف. اول حاجه عايزك دلوقتي مطرح ما انت قاعد تقرا جزء من القران. مش بمثل عليك والله، بس انا لا متقي ولا مثاليه ولا الكلام دوت، بس ده تحدي فعايزك تمشي ورايا بالظبط، وزي ما قلت لك برضو ده 24 ساعه. تاني حاجه هتمنع نفسك من اي عاده سيئه، سواء بقى عندك اغاني اباحيه اي نوع، حرفيا لازم تمنع من نفسك منه. لو انت عندك اغاني على الموبايل فبستأذنك تمسحها. هتقولي طبعا انت هبل وممكن ما، او ممكن تقول ده كلام حلو، بس زي ما قلت لك هو 1% بس اللي هيطبق. فمهما كانت الاغاني اللي في موبايلك عشان خاطر امسحها. انا عارف الموضوع تقيل والموضوع صعب، بس ده تحدي. طبعا ممكن الشيطان يجي مثلا يقول لك يا عم ممكن تطبق حاجه تانية، يعني اشمعنى دي، خليها على جنب. لكن هو صعب، هو بيبان لك سهل بس هو صعب. وافتكر دايما ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لو الفيديو عجبك لحد دلوقتي ما تنساش تعمل سبسكرايب ولايك للفيديو. اوكي يلا نرجع الفيديو تاني. يجي بقى لتالت حاجه انك تصلي. تقول لي ايه الهبل ده يا ابني؟ طب ما كلنا بتصلي، يعني ايه الجديد يعني؟ مش فاهم. لا ده مش قصدي. انت لو راجل او ولد قدامي دلوقتي فانا عايزك في ال5 صلوات تنزل تصليهم في الجامع. لو انت مثلا قلت لي طب انا مثلا في نص اليوم، يعني مثلا لسه المغرب والعشاء اللي باقيين لي بس، يعني هم دول اللي باقيين لي، كده ابدا من بكره بقى وخلاص؟ لا، صلي المغرب والعشاء في الجامع وصلي الفجر والظهر والعصر في اليوم التاني، كده انت خلصت اليوم. لو انت بنت اي اذان تسمعيه صليه في وقته مهما ايه اللي كان موجود. ممكن بس في استثناءات، مثلا لو انت مثلا امك مثلا ندهت لك عشان تعملي مثلا حاجه معينه، مثلا مواعين او ايا يكن، او في حاجه ضروريه جدا فخلاص ماشي ممكن تخلصي بسرعه وتعدي. لو انت مثلا امك مثلا مستعجله وعايزاكي ضروري، لو قلت لك تقولي لها اقدر اروح اصلي وارجع، لو قالت لك تمام اوكي، ما قالتلكيش خلاص خلصي وبعد كده ارجعي. غير كده تلغي اي حاجه وتروح تصلي. ده تحدي هو مدته يوم. انا جربته وحصل معايا موقف كتير. طبعا انا عارف طبعا انت هتيجي تقول لي ايه يا عم ده ما هو سهل، هو ايه اللي صعب وما اعرفش ايه؟ هو سهل في الكلام، يعني الكلام حلو، بس انت جرب تطبقه كده، جرب تطبقه وتعالى في الفيديو الجاي قول لي عملت ايه. كده احنا خلصنا الفيديو. هتقول لي ايه ده يا عم ده ما الثلاث تحديات سهلين اهو. لا هو سهلين من الكلام، جرب تطبقه كده، سيب اللي في ايدك دلوقتي واسمع الكلام اللي بقولك عليه في الفيديو بس، عشان كده قلت 1% بس اللي هيطبق. طيب انجز لنا كده يا عم وقول التجربه بتاعتك. يعني انت قلت في اول الفيديو ان انت جربت وحصل لك مواقف، ايه المواقف اللي حصلت؟ المواقف اللي حصلت هقولها الفيديو الجاي. طبعا انت عايز طبعا تقول لي ايه ده كذب وغش وبتاع، لا انا خليني اقولها الفيديو الجاي، لان لو قلتها دلوقتي هتحس الموضوع حلو ومسلي، لكن انا هقولها في الفيديو الجاي عشان انتوا كمان تشاركوني ايه الحاجات اللي حصلت لكم بعد ما خلصتوا تجربه النهارده. بس الفيديو ده معمول عشان انت فعلا تاخد موقف، مش تسمع كلام حلو كده يسليك. فخليكم مركزين معايا الفيديو الجاي عشان هقول لكم تجربتي ايه اللي حصل يعني معايا لما طبقت التحدي بجد، وتشاركوني انتوا كمان تجاربكم في التعليقات. اوكي بس كده، سلام.